هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده هتكلم معاكم في موضوع نزلته لكم على انستجرام من يومين، وهو كان على الشخص الداعم اللي انت مش بتحب تجذبه. يعني دايما مش بتجذب الشخص الداعم وما بتفضلش ان هو يكون في دايرتك. طب ليه انا بعمل كده؟ يعني فعلا انا لاحظت مثلا حد هو بيسمعني هيقول انا لاحظت ان انا دايما بوجد شخص انا اللي داعم ليه، انا اللي بديه، انا اللي بقف جنبه، انا اللي بعمل له كل حاجه. ليه مش بلاقي شخص هو اللي بيعمل معايا الدور ده؟ وبلاحظ ان انا بشيل مسؤوليته وبرفع نفسيته، بعمل له دادا ودكتور، يعني زي ما احنا بنقول. فليه انا بعمل كده؟ ليه؟ خليني اركز معاك على نقطه مهمه جدا، وهي انه انا لما بقرر من جوايا انه انا اللي لازم يشيل الاخرين نفسيا ومعنويا وماديا و... واعمل دور الداعم ده، ما بعمل لما ده بيكون قرار من جوايا بيبقى فيه صدمه حصلت لي. مش صدمه بمعنى صدمه، بس تشوك بوينت احنا بنسميها وانا صغير، بتخلي العقل يشوف انه الافضل ان انت تبقى الباور في حياه الاخرين عشان انت تتشاف مقبول ويتمسكوا بيك ويحبوك، تفضل موجود وتستمر في حياتهم. غالبا المشكلة بتبقى جاية من مشكلة استمرارية، يعني انا مش حاسس ان حد عايزني مستمر. يعني انا عارف انك بتحبني، بس انا مش متأكد انك عايزني مستمر، مش متأكد ان انت عايزني اقعد معاك فترة طويلة. عشان كده هتلاقي نفس الشخص اللي هو ما بيجذبش الناس الداعمين بيجذب اشخاص قبل ما يكتشف الفايل ده، او قبل ما يكون داعم. او ممكن تكون انت دلوقتي في علاقه اصلا نجحت العلاقه، بس انت الشخص الداعم اللي فيها. قبل ما توصل للعلاقه دي انت قابلت اشخاص كتير عانيت معاهم من الاستمراريه، مش عارف تستمر في علاقه، ودايما الاشخاص اللي كانوا بيجولك بيسيبوك او بيبعدوا عنك او بيتخلوا عنك. فلما بقيت بقى يعني ظبطت حبه حاجات، ما بقتش تجذب الناس اللي هم بيستغنوا عنك، او ما بقتش تجذب العلاقه اللي مش مستمره، جذبت علاقه مستمره بس فيها انت الشخص الداعم. طيب انت هنا المفروض تكتشف ايه؟ يعني انت دلوقتي بتسمعني هتقولي طب انا يا هدير المفروض اعمل ايه؟ اول حاجه المفروض تعملها انك تهدى وتتبسط ان انت فهمت، وان في الحمد لله حد يعني بيكشف لك ده، وانتوا الاثنين بتحلوا المشكله. فلما يعني بنقول لربنا الحمد لله على الوعي، يبدا ربنا يخليك بقى تستقبل. اول نقطه محتاج تعملها ان انت تبدا تتخلى عن الاول تشوك بوينت، او اول وجع خلاك انت حاسس انه اللي قدامي مش عايز يتمسك بيا. غالبا الوجع ده بيبقى مع الاب والام، او في قصتك القديمه بيبقى ممكن الاب والام عملوه حاجه بسيطه قوي، او حد معاك في المدرسه. المهم ان هو في القصه القديمه بتاعتك وانت صغير، فبتبدا تبني عليه انه ايه ده محدش عايزني افضل. المهم ان انت تفضل تسترجع مع نفسك ايه الحاجات اللي خلتك مش حاسس انه الشخص اللي قدامك عايزك تفضل معاه او تكمل معاه، او انت مقبول لدرجه ان انت تفضل في البيت. حاجات زي مثلا الاب والام بيعملوها، انت جبت درجه وحشه فيفضلوا يحسسوك انك سيء جدا جدا جدا، وان احنا خلاص حاسينك فاشل. فده بيحسس الطفل، او في فتره معينه لو انت مراهق بيحسسك انه ايه ده انا ما جبتش درجات عاليه، فهم كده مش عايزيني في البيت. لو مثلا طفله كبرت شويه وما كانتش مثلا شاطره في البيت مع مامتها، فمامتها تحسسها يلا بقى اتجوزي، انا قرفت منك، انت بتعمليليش حاجه مثلا. بتحصل. يعني جات لي كيس كده قبل كده، الانثى بتحس في اللحظه دي ايه ده هي مش عايزاني افضل في البيت، هي مش عايزاني افضل موجوده، هي مش عايزه افضل معاها. مراهقه لما بتكبر تبقى بتحس في الفتره دي ان مامتها في حاجه كبيره قوي، حاجه كبيره ممكن تهزها، يعني زي تمثال انا متعلق بيه. يعني عامله لها تمثال، سوري، يعني عامله الام دي مثال عالي قوي، وعامله لها تمثال في البيت. فلما الام دي تهز لها الامان بتاعها بينهم وبين بعض، فالبنت تبدا تحس انه ايه ده انا ده مش مكاني، او الناس دي مش عايزاني. فتبدا بقى ايه هنا الشوك بوينت تتكون. فمهم اعرف انا حسيت ايه زمان في قصتي القديمه. تاني حاجه محتاجه اعرفها ان انا دلوقتي انا لو ما بقيتش الشخص الداعم للاخرين، الاخرين هيدعموني، هلاقي انه الاجابه لا، مش هيدعموني زي ما انا بدعمهم. اوكي، انا هنا باخد قرار جديد ان انا موافق ان اللي قدامي لو ما دعمنيش زي ما انا بدعمه مش هدعم، وهفضل في العطاء المتوازن، مش الكتير، مش اللي فيه وفرة، مش اللي فيه بغرق اللي قدامي من كل اللي عندي. لا،
مش اللي فيه ان انا ببرنج التيبل كل اللي معايا، لا ما فيهوش كده. في حاجات على القد. هتقولي لي ايه ده؟ طب ما احنا كلنا لو فكرنا كده ما حدش هيدي حد حاجه. لا، مش بتتحسب كده. لما انا بوازن اللي جوايا بيبدا اللي قدامي يطلع وانا اطلع، ويبقى الموضوع متوازن بينا، ما يحصلش بينا اي ضغط. ما ينفعش انا دلوقتي لو بفضل اخد من اللي قدامي بس من غير ما ادي، هاجي في وقت هزهق منه، لان مفيش توازن طاقي بيني وبينه. فانا بعمل توازن طاقي. سيبك من الحته الاخلاقيه اللي انت ممكن عقلك يوديها لك عشان ما تشتغليش على نفسك. تالت حاجه انت محتاج تعملها ان انت تاخد قرار انه انا مش حدش هيتمسك بيا عشان اللي معايا. بشوف انا مسنود على ايه، بشوف انا ايه اللي انا بحس ان انا عندي باور فيه ومسنود عليه طول الوقت، وحاسس ان اللي قدامي هيفضل معايا في العلاقه عشانه. وابدا اتخلى عنه. يعني مثلا في بنات كتير متمسكه بجمالها وشايفه انه هي عشان جامده جدا فالراجل ده لا يمكن يتخلى عنها. في بنات كتير شايفه عشان انا ست بيت وبقدر استحمل وبقدر اشيل له عيال وبقدر فهي مسنوده في دماغها على الفكره دي عشان يفضل مستمر معاها في العلاقه. لا، المفروض بستمر مع الشخص في العلاقه مش عشان انا معايا ايه وماسك ايه في ايدي ومسنود على ايه بيني وبين نفسي، لا، عشان حقيقتي، طاقتي. انت تتمنى تعيش مع طاقتي، انت تتمنى تشوف طاقتي حواليك كل يوم، انت تتمنى تشتري طاقتي ده بكل الفلوس اللي معاك، بكل ما تملكه. فلازم انا ابقى شايف طاقتي، الحاجه اللي مش ملموسه هي دي الحاجه المقدره جدا في العلاقه ومقدره جدا من الشخص التاني. الثلاث حاجات دول صدقني هيحصل شيفت في العلاقه اللي انت فيها او في جذب العلاقات اللي انت عايزها. وقرر كل يوم ان انت عادي تستقبل دعم، عادي تاخد ناس تبقى هي اللي بترفع من معنويتك، هي اللي بتديك، هي اللي بتسندك، هي اللي بتوفقك لفرص جديده، لانه كلهم من عند ربنا، كلنا جنود مجندة. يا رب يكون الفيديو فاتك، ويا رب ان شاء الله بالتوفيق. ولو حابين تعرفوا اكتر عن قصتك القديمه وعن وعي الجنين، ان شاء الله يوم 5/7 هيكون في ايفنت كبير قوي في دبي. هعمله لاول كلاس من الكورس بتاعي ريليسنج اذرز. الكورس ده كبير، شهرين. اول جلسه منه او اول كلاس منه او اول محاضره منه هتكون في لايف في دبي يوم 5. لو حبيت تحضر معانا ممكن تبعت الرقم اللي موجود في البايو في انستجرام، هيوصلوك بتفاصيل الايفنت على طول او بتفاصيل الكورس. اشوفك هناك وفي فيديو تاني ان شاء الله. باي باي.